الطريقه بتاع سلخ القرموط عمليه صعبه طبعا جدا. بتعملي ايه في البدايه الاول بقى؟ بفتح كده اهو، هو مش اي حد بيعرف يسلخ. بسلخه عشان يطلع جزل بقى، عشان نقطعه جزل ونعمله في الصينيه او نقليه. طيب الصينيه بقى طريقتها ازاي؟ طريقه صينيه القراميط، زيت على النار، في بصل يتدبل كده، وبعدين ننزل بالثوم ونحط عليه طماطم، خلاص تستوي الطماطم تتسبك يعني. ننزل بالبهارات، ملح وكمون، كزبره ناشفه، بهارات سمك، تستوي شويه وبعد كده انزل في الصينيه واكون مقطعه القراميط دي جزل. في ممكن تقليها وتحطيها في الصينيه او بتحطيها لحم ني كده في الصينيه وتدخلها الفرن. مش اي حد يسلق القرموط. لا طبعا متعب زي ما حضرتك شايف كده، لان هو انت كده كده ما بتعرفش تمسكه اصلا. في ناس كتيره ما بتحبش الجلد بتاعه. بعمله بصباعي كده اهو، لان انا بتحكم بايد وبعمل بايد، لان السكينه يعني هو اوريدي كده فالافضل انك تعملي تقطعي حته الاول وبقوم شداه كده اهو. الطعم بقى بتاعه بعد السلق بيفرق. حكايه طبعا والله. وبعدين دي قراميط مزارع مش بحر، شاربه ميه نظيفه، مش واكله حاجات وحشه من اللي هي زي اللي في البحر كده. بيتعمل بانيه مقلي. ازاي بقى؟ تاكله زي السمك، بتتبله تمليحه السمك العاديه اللي هو الفلفل والشطه والكمون والملح وبهارات السمك وليمون، وتتبل الجزل دي بتقطعها شرايح كده بانيه، وتتبلها بالدقيق والفيجيتار وتقليها في الزيت، تعمل معاها رز صياديه او رز بالخلطه وتاكل منها وشويه سلطه. اكل بقى في حته ثانيه خالص. طعم جميل جدا. مش اي حد يسلق القراميط. لا. الجلد بيأثر في الطعم؟ مش بيأثر في الطعم، ولكن في ناس ما بتحبوش.